يعني قد كانت هذه فرصة أخرى للقدوم إلى النظر والتعبير عن طريق الرسائل الخطية التي حملتها معي من طرف سيادة رئيس الجمهورية التونسية إلى جلالة الملك، وهي تتضمن رغبة تونس ببناء العلاقات بين الدولتين الشقيقتين والبحث في سبل أخرى لتدعيم هذه العلاقات. وكانت لي كذلك منذ قليل لقاء مع معالي وزير الخارجية، وقد تبادلنا الرؤى والأفكار حول العديد من القضايا المطروحة على منطقتنا وعلى الساحة الدولية كذلك، وتنسيق المواقف في شأن. وبطبيعة الحال كان الحديث كذلك حول الاتحاد المغربي العربي وكيف يمكن لنا تفعيل هذا الصراع المغربي، وكذلك على صعيد الجامعة العربية، وكذلك القضايا المطروحة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، التي سوف تكون محطة أخرى لتبادل الآراء بين بعضنا البعض على المكان على صعيد الاتحاد المغربي العربي وصعيد الدول العربية. هناك العديد من القضايا المطروحة والمباحة والتي تستدعي منا تنسيقا أكبر وأكثر وأسرع حتى نكون جاهزين للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المطروحة أمامنا جميعا. واليوم أكثر من أي وقت مضى فإن التعاون والتنسيق بين بعض هو مطلوب وملح.